عماد وانطونيوس نزلوا يشتروا لنا قصب، تفتكروا هيتشمللوا ويجيبوا قصب عدل ولا زي كل سنه؟ عيب عليك لما ما تثقيش فينا، احنا جايبين لك احسن 6 عواد قصب في مصر. احنا تعبنا عقبال لما نجيب. ايوه احنا عملنا مجهود خرافي. طب قول لي ايه مواصفات القصب الحلو؟ عود القصب الحلو؟ اه انت خبره، خد انت اللي بتفهمي في الاكل اكتر أنا مننا. قول لها يا انطونيوس مواصفات القصب الحلو. وصفة القصب الحلوة لازم يكون بيتحرك كويس، بس عشان ما يكونش بيتحرك كويس، بيلق قصدك، اسمها بيلق. لازم عود اسمها القصب يروح طري. ويجي معاك طري كده. يعني عود القصب عشان تشتروه هو لازم له يكون سكر يا جماعه، لازم يكون رفيع، ويكون ايه كمان؟ طري، طري ويكون طويل زي ده كده. لا. وطبعا اوعى تشتري عود قصب تخين وتفرح بالحجم، هيدشدش لك سنانك من كتر ما هو ناشف. انت عارف القصب بكام؟ كام؟ خمني. زمان كنا بنجيبه بجنيه و2 جنيه. بجنيه؟ ده انت عايشه من ايام زمان قوي على فكره. انا اخر لبشه قصب اشتريتها تقريبا كانت من السنه اللي فاتت، كانت اللبشه كلها ب20 وكان فيها يجي 5 عواد. العود ده النهارده وصل 10 جنيه، واعتقد ده احسن سعر عود قصب في مصر. انتوا بقى بتشتروه بكام؟ قولوا لنا في الكومنتات سعر القصب عندكم بكام يا جماعه. بس احنا مش عندنا قصب بس، انا هقول لكم الاول. عود القصب اهم حاجه لما تشتريه يكون رفيع ويكون طري، ما يكونش ناشف عشان سنانك طبعا. أيوة. واهم ونحاول حاجه ما يكونش مسوس. يعني ايه اهم حاجه؟ ما يبقاش فيه السنه المسوسه. كان في واحد عماد جايبه مسوس. اهو يا حبيبتي، وانا عارفك هتفضحيني. اهو الرفيع خالص ده مسوس. ايوه بس يعني لو واحد في وسط العود عادي. اهم مفيش حاجه مشكلة. ما يكونش مسوس. ركزوا ما تعملوش زي انا كل سنه بعمل نفس المشكله دي على فكره طبعا. وايه اكتر جزء مسوس بقى فيه؟ لا احنا لسه ما خلصناش. وجده كمان جايب لنا ذره. هو مال الذره عامل كده ليه نرميه؟ عشان ده ذره فرن مش ذره بتاع. يعني ايه ده؟ هو مش جايبه فحم؟ لا مش فحم، جايبه وده يبقى فرن. حلو ولا وحش؟ دوق عامة طبعاً. احنا عندنا النهارده قصب وذره. ده عيد الغطاس النهارده احنا مقضيين ولسه فيه في قصب حاجات تانية وذرة. يا جماعه ده هتشوفوها. غير الحفله اللي نرمين عاملاها. طبعا احنا مش هندوق الذره دلوقتي، بس احنا حابين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وجايبين قصب انا وتوته ونرمين طبعا في اللوباتير جه معانا، بس كالعاده هو مش بيحب يطلع هو معانا مش صح بيحب كده؟ يطلع. امتحانات يا جماعه، صلوا له. طبعا تالتة اعدادي يا جماعه، صلوا ادعوا له للوزير. بالنجاح والتوفيق في الامتحانات الجامده بتاعتهم. كل سنه وانتم طيبين وعيد غطاس غطاس سعيد سعيد عليكم. ويا رب تكون ايام مليانه خير. هاتوا قصب وبرتقان واستفندي وموز واقعدوا فرحوا ولادكم. لازم تفرحوا اولادكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. واوعوا تنسوا تعملوا فولو طبعا. يلا باي باي باي. باي.